واحد من الأشياء التي يتجاهلها الكثير من الأفراد هو شعر الذرة أو ما يسمى شواشي الذرة. ما لا تعرفه أنها تمتلك الكثير من الفوائد الصحية المدهشة لجسمك. حقا سوف تصدمك فوائدها، وذلك كي تتجنب رميها ووضعها على جانب قبل طهي الذرة. في الطب القديم يتم استخدام شواشي الذرة لعلاج مجموعة متنوعة من الأمراض، بما في ذلك مشاكل البروستاتا والملاريا والتهابات المسالك البولية وأمراض القلب. تشير الأبحاث الحديثة إلى أنه يساعد أيضا في تقليل ضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم والالتهابات. يحتوي شعر الذرة على العديد من المعادن الضرورية للجسم، مثل الفوسفور والمغنيسيوم والمنغنيز والزنك والنحاس والسيلينيوم، ومن الصعب الحصول على جميع هذه المعادن من مصدر واحد. دراسات كثيرة أكدت الفوائد الطبية لشواشي الذرة في علاج العديد من الأمراض. يعالج التهابات المسالك البولية وغدة البروستات. تحتوي شواشي الذرة على عامل مضاد فعال لالتهابات المسالك البولية. شاي شواشي الذرة يهدئ التهاب المثانة والمسالك البولية، وهو يجعلك تتبول أكثر، وبالتالي يقلل من خطر تراكم البكتيريا في المسالك البولية. كما أنه يستخدم بشكل فعال لمحاربة التهاب غدة البروستاتا ومنع تضخمها. مدر قوي للبول ويمنع احتباس السوائل. شواشي الذرة مدر قوي للبول، يساعد في طرد المياه الزائدة والمخلفات من الجسم، وبالتالي يقلل المضاعفات المتعلقة باحتباس الماء في الجسم. يعالج النقرس والتهاب المفاصل. تعرف شواشي الذرة بخصائصها المضادة للالتهابات، وقد بين الطب التقليدي أنها تستخدم لتقليل الألم الناجم عن الأمراض الالتهابية مثل النقرس والتهاب المفاصل. تأثير شواشي الذرة المدر للبول يمنع تكوين حمض البوليك الزائد في مفاصل الجسم، مما يؤدي إلى التخلص من ألم النقرس. يساعد في محاربة الكوليسترول الضار. وجدت الدراسات أن شعر الذرة يحتوي على مركبات مفيدة في تقليل مستوى الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية. علاج ارتفاع ضغط الدم. بسبب خصائصه التي تمنع احتباس السوائل في الجسم، فإن شواشي الذرة يعتبر فعالا في خفض ضغط الدم المرتفع في شرايين الجسم. ينظم مستويات السكر في الدم. بيّنت الدراسات أن تجفيف شعر الذرة ووضعه في الماء المغلي لمدة 20 دقيقة يعزز من إنتاج الأنسولين في الجسم، ويساعد في إصلاح الخلايا التالفة في البنكرياس. علاج مشاكل الكلى. شواشي الذرة تعالج الشعور بألم عند التبول، والتهاب المسالك البولية، والتهاب المثانة، وحصوات الكلى. يمكنك استخدام شعر الذرة طازجا، لكن غالبا ما يتم تجفيفه قبل تناوله كشاي أو مستخلص. كذلك يمكنك أيضا تناوله كحبوب. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.